السلام عليكم. نجمنا الجميل، محبوب الناس كلها، صغير وكبير، اللي أمتعنا بكل حاجة عملها، أبو دم خفيف وضحكة جنان. صلى على النبي. كل من ليه نبي يصلي عليه. ويلا نبتدي الحكاية. إسماعيل ياسين القمر. أيوة قمر، والله قمر في الروح والطيبة والإبداع. إسماعيل مواليد 1912، واسمه بالكامل إسماعيل علي نخلة. اتولد في الغريب في السويس. أبوه كان تاجر دهب قد الدنيا، متريش على الآخر. كانوا عايشين عيشة هنية، لكن انتوا عارفين الحياة بقى، مش هقول لكم على عمايلها. أمه اتوفت وهو عنده 6 سنين. للأسف بعدها الحياة باظت على الآخر. فعلا الأم هي اللي بتعشش. الله يرحمك يا أم إسماعيل. المهم بقى، أبو إسماعيل اتجوز بعدها واحدة تانية. للأسف خربت بيته وكمان ديانته، وبقى يستلف من طوب الأرض. وكمان كانت بتعامل سمعة معاملة زي الزفت. منك لله يا شيخ، ربنا ياخدك. اه صح، ما هو أكيد خدها من زمان. المهم سمعة يا حبيبي اضطر إنه ينزل يشتغل وهو لسه صغير، مع إنه كان لسه في رابعة ابتدائي. اشتغل إيه؟ اشتغل في محل قماش. والأب اتراكمت عليه الديون ومعرفش يسدد، فحصل إيه؟ للأسف اتحبس. وسمعة ساب المدرسة وطفش من البيت، وراح قعد عند جدته بسبب سوء معاملة مرات أبوه اللي كانت فعلا ونعمة مرات الأب. المهم سمعة كان بيعشق الغنى، فطلع على القاهرة عشان يشوف ممكن يغني ازاي. لكن للأسف ملقاش مكان عشان يعيش ويبيت فيه، ولقاها متسددة في وشه من كل النواحي، فقرر يرجع السويس من تاني. وفي نفس التوقيت لقى أبوه خرج من السجن بيدور على شغل. وللأسف الدنيا دوارة، ملقاش الراجل شغل، فاشتغل عند الصبي بتاعه. فعلا الدنيا ملهاش أمان ولا ليها عزيز. المهم سمعة المهم سمعة لما شاف كده ما قدرش يستحمل، فرجع على مصر من تاني واشتغل صبي قهوجي. واتعرف على لسنى نوسة الرقاصة، اشتغل معاها في فرقتها. لكن للأسف الناس كانت بتتريق عليه وعلى شكله عشان هو مش مسبسب زي نجوم السيما. للأسف ساب الفرقة ومشي، ما قدرش يستحمل التنمر عليه. وبعدين قابل أبو السعود الإبياري، اللي قال له سيبك من الغنى، انت هتبقى حلو قوي لو اشتغلت مونولوجيست. وعرفه بالست بديعة. وده كان سنة 38. وفضلت الأشياء معدن لغاية سنة 40. ربنا بعت له فؤاد الجزائري اللي قال له تعالى اشتغل معايا يا سمعة، هنعمل أفراح وحفلات في راس البر. وهناك اتعرف على الرقاصة بيبة اللي قالت له تعالى معايا على بيروت. فراح وهناك اتفتحت له ليلة القدر، وزاد أجره من 20 جنيه في الليلة ل40 جنيه. بعدها قابل المسيري اللي قال له يلا يا سمعة اشتغل معايا. فقال له هجيب الرقاصة سوريا حلمي عشان سمعة كان بيحبها من زمان. وهناك اتجوز سوريا، لكن حظه كان زفت. الجوازة ما طولتش ورجع تاني على القاهرة واشتغل مع صاحبه حسين المليجي. وهناك اتعرف على فوزية اللي حبها من أول نظرة واتجوزها وخلف منها ابنه الوحيد ياسين. فوزية كانت وش السعد عليه، فعلا الستات أقدام. إسماعيل نزلت عليه الأفلام زي الرز. وكان كانت الحفلة حضرها الملك فاروق بنفسه، اللي طلب من سمعة يقول له نكتة. لكن سمعة خرف في الكلام مع الملك، ده اسمه كلام يا سمعة. فالملك أمر إنه يتحط في السرايا الصفراء، والله زي ما بقول لكم كده، عشان يتعلم الأدب. قعد سمعة هناك 10 أيام. بعدها خرج وفضل يكمل مشواره الفني. وراح الملك وجه عبد الناصر، وسمعة كان بيحبه قوي، ده بقى صديق شخصي ليه. وكمان ولاده كانوا بيلعبوا مع ياسين عشان كانوا زمايله في المدرسة. سمعة كان عامل دويتو مع أبو السعود الإبياري وفاطين عبد الوهاب، ده يكتب وده يمثل وده يخرج. وبعدين في يوم من الأيام جه صلاح سالم، طبعا انتوا عارفين مين صلاح سالم بقى. دخل على الخط وقال كفاية كده على سمعة ونطلع حد غيره. تخيلوا حد غيره ده يبقى مين؟ يبقى فؤاد المهندس
المهم عمل إيه صلاح سالم؟ اقترح عليهم إنشاء مسرح للتلفزيون، واللي بسببه انهارت كل الفرق الصغيرة والخاصة، ومن ضمنها فرقة إسماعيل ياسين. وكمان حرض المنتجين كلهم ضده عشان ما حدش يطلبه ويشغله. وللأسف سمعة ما بقتش عنده حتى فلوس إن هو يصرف على بيته أو على عياه، فطلع على بيروت. وبعدين رجع من بيروت لقى الضرايب حاجزة على عمارته وعلى حسابه اللي في البنك اللي كان فيه 300 ألف جنيه بقى زيرو. سمع ما قدرش يستحمل وجاله القلب، وللأسف اضطر إنه ينزل يشتغل تاني. فاشتغل بعد العز ده كله والاسم ده كله مونولوجيست في كباريه، لكن ما قدرش يستحمل وجات له أزمة قلبية ومات سنة 72 بعد 10 أيام بس من موت صديق العمر فطين عبد الوهاب. دي كانت حكاية الجميل الضاحك الباكي إسماعيل ياسين. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش أختكم من اللايك والسبسكرايب. شكرا ليكم.